بقالك فترة حاسس إنك بتجري في ساقية؟ تصحى الفجر، بترجع آخر الليل، بتعمل كل اللي عليك وفي الآخر بتلاقي نفسك يا دوب بتكفي مصاريف الشهر، وأي قرشين كنت عايز تحوشهم بيطيروا في الهوا. طبعا أكيد في حد ناصح طلع قالك أنت السبب، أنت بتصرف كتير، لو كنت بطلت قهوة أو قللت أكلك كنت بقيت غني. خليني أقولك الصراحة اللي محدش عايز يقولها لك، مشكلتك مش فيك، مشكلتك مش إنك مش بتعرف تحوش ولا إنك مبذر. أنا عارف إنك بتعافر وعارف إنك بتبذل مجهود أضعاف اللي غيرك بيعمله في بلاد تانية، بس النتيجة هي. عايز تعرف ليه؟ تعال نبص للصورة الكبيرة. قارن بينك وبين واحد في نفس سنك وشغلك في أوروبا مثلا. هو بيشتغل عدد ساعات أقل وبياخد مقابل مادي أضعاف أضعافك وعملته قوية، وإنت بتشتغل ساعات أكتر وبتاخد أجر أقل بكتير وعملتك بتنزل. إنت حرفيا ممكن تكون مظلوم في المعادلة دي. المشكلة مش في ذكائك المالي، المشكلة إنك بتلعب في ملعب قواعده مش في صالحك. إنت بتعافر في اقتصاد وبتاخد أجر مش متناسب خالص مع المجهود اللي بتبذله. لما تحس إنك شقيان ومطحون وفي الآخر مش عارف تحقق رفاهية أو حتى أمان مالي، ده مش فشل منك، ده واقع اقتصادي بيضغط عليك كل يوم. هتقولي يا محمد طب ما أنا أسافر بره. بص، السفر مش دايما هو الحل اللي الناس بتصوره لك في الأفلام. هتطلع بره، هتتصدم بواقع تاني، هتتعامل طول عمرك كأنك غريب. في أماكن كتير مهما اجتهدت مش هتتساوي أبدا بباقي ابن البلد في الحقوق أو في المرتب أو في التقدير. هتبدأ من الصفر وهتدفع ضريبة الغربة من عمرك وصحتك، وفي الآخر ممكن ترجع تلاقي نفسك لسه بتبدأ من جديد. إذن أنت قدام واقع صعب، بس الهروب مش دايما هو الحل الوحيد. الخروج من الساقية، طب والعمل؟ هنفضل نندب حظنا؟ لا، لازم تخرج بره معادلة الأجر مقابل الساعات اللي أنت محبوس فيها. لو فضلت معتمد على مرتبك الأساسي بس هتفضل طول عمرك في الساقية. الحل في 3 طرق: دخل إضافي، تدور على شغلانة تانية، أو فريلانس يزود دخلك حتى لو بسيط. مشروع، تبدأ حاجة صغيرة، كارت أكل، تجارة، أي حاجة تبدأ بيها بيزنس خاص بيك وتكبره. المهارة، إنك تطور نفسك وتتعلم مهارة نادرة مطلوبة، مهارة تقدر تبيعها لأي حد في العالم وتدخلك دخل بعملة قوية وانت مكانك. انت تستاهل أحسن ما تجلدش ذاتك وما تسمعش للي يقولك انت فاشل في الإدارة المالية. انت شخص مجتهد بس محتاج خطة تخرجك من المعادلة الظالمة دي. عافر وطور ووسع دايرة تفكيرك، لأنك بجد تستاهل تعيش مرتاح.